بزاف ديال الدراري كيدخلوا لاصال، كيتسجلوا، كيضربوا تماره، ولكن في الاخر والو، كيبقى هو ولا كيطلع شويه وكيتحبس. واش كيسحب لك كمال الاجسام هي غير هز الحديد وطلع؟ لا يا صاحبي، اللعبه كبر من هكا بزاف. اليوم غادي نعطيك العصاره ديال اسرار التفوق في هذه الرياضه، داكشي اللي ما كيقولوش لك في الاشهارات. جيب قهوتك وركز معايا في السر الاول. الماكله هي الساروت، ماشي غير البروتين. بزاف كيسحب ليهم غير يشري السطل ديال البروتين صافي غيولي روني كولمان. شوف، العضلات كيتصاوبوا في الكوزينه ماشي في لاصال، حيت الاستمراريه في الماكله. خاصك تاكل على حساب الهدف ديالك، تنشيف ولا تضخيم. والكارب هو صاحبك في هذه الرياضه. ما تخافش من الروز وبطاطا، هادوك هما المازوط باش غتهز الثقل. السر الثاني، بروغريسيف اوفرلود، الزياده التدريجيه. الا بقيتي كتهز 10 كيلو هاد الشهر والشهر الجاي واللي موراه، عضلتك غتقول لك شكرا، هادشي ولفتو. حيت السر فين كاين؟ كل سيمانه خاصك تزيد شي حاجه، يا اما تزيد كيلو، يا اما تزيد تكرار واحد، يا اما تنقص من وقت الراحه، لان العضله خاصها ديما تحس بالخطر باش تكبر. اما السر الثالث وهو العلاقه بين العقل والعضله، مايند ماسل كونيكشن. هذه هي اللي كتفرق بين الحمال وبين كمال الاجسام. ما تهزش الثقل غير باش تحطو، خاصك تحس بالعضله وهي كتحل وهي كتجمع. ما يهمكش شحال من كيلو هاز قدام الدراري، اللي يهمك هو واش العضله المستهدفه هي اللي كتاكل الدق ولا غير لونسيا الانتفاع هو اللي خدام. وهنا غنشوفوا السر الرابع، النوم هو لانجيكسيون الطبيعيه. الحديد كيدقدق العضله، الماكله كتعطي الماتيريال، ولكن الناس هو فين كيتصاوب الترميم. الا ما نعستيش 7 ولا 8 السوايع راه غير كتضيع وقتك. والسر الخامس والاخر هو النفس الطويل، الاستمراريه. كمال الاجسام ماشي سبرينت ديال 100 متر، هي ماراطون ديال سنين. ما تبقاش كل سيمانه تقلب في المرايه واش بانوا العروق، تيق في البروسيس وخلي الوقت يدير خدمته. نهار كتولي الرياضه نمط حياه، لايف ستايل ماشي غير واجب، تما فين غتشوف النتائج اللي كتحلم بها. فالدراري نصيحتي لكم الاخيره، كمال الاجسام هي رياضه الصبر والذكاء. خدم بعقلك قبل كتافك وكون متاكد باللي النتيجه غتجي. اللي عنده شي سؤال ولا بغا نهضروا على شي مكمل غذائي معين يخليها ليا في كومونتير، وتهلاو ونشوفكم في الفيديو الجاي.